خبرة 40 سنة غلط برضه. أنا بقالي 40 سنة في الشغلانة دي ومن قبل ما تتولد يا هندسة. الجملة الشهيرة اللي بتسمعها في الموقع: أول ما تقفش المعلم بيعك في الصب. السؤال هنا يعني بقالك 40 سنة بتغلط ومحدش عارف يصحح لك؟ تعالوا نكشف سر دكتورات الفهلوة وأنا في الطريق. في الهندسة الخبرة معناها إنك تطور شغلك حسب المواصفات والأكواد الجديدة. مش معنى إن أنت تكرر نفس الغلطة 40 سنة وتسميها في الآخر خبرة. واشهر الكوارث جمله طول عمرنا بنعملها كده: وزود ميه واد عشان الخرسانه تمشي. تلاقيه عمال يزود ميه في الخلاطه بتاعه الموقع عشان العمال ترتاح والخرسانه تتفرد بسرعه، والنتيجه خرسانه ضعيفه ومشرخ. ويقول لك بثقه: عمري ما صبيت وبيت ووقع يا هندسه. يا سيدي مش هيقع، دكاترتنا نفسهم في المحاضرات قالوا لنا الخرسانه سرها باتع. بس اللي هيحصل ايه؟ ان الحديد عمره الافتراضي هيقل. تاني حاجه رشه ميه المغرب وكفايه. تساله: فين يا عم غمر الخرسانه بالرش لمده 7 ايام؟ يقول لك الجو رطب يا هندسه في جده والخرسانه شبعت خلاص من رشه امبارح. ازاي تقفل نقاش مع معلم 40 سنه خبره؟ انسى الجدال والنقاش العلمي لانه مش هيقتنع بالكلام ده. وكلمه بكلمه واحده بس ولغه واحده بس: العقد والمواصفات. قول له: على عيني وعلى راسي خبرتك، بس عندنا عقد وعندنا مواصفات وانا ملتزم بيهم وبستلم كده. والسياره اللي هقفشك بتزودها ميه هرجعها واخد منها عينه اوديها للمختبر. هنا الخبره هتتحول فجاه للالتزام بالنظام. فنصيحه اون رود: العلم بيتطور كل يوم والاكواد بتتحدث عشان تحمي بيتك وفلوسك. احترم خبره العامل في السرعه واتقانه في التنفيذ، لكن الكلمه الاولى والاخيره للمواصفات الهندسيه. كم مره سمعتوا قبل كده جمله قبل ما تتولد يا هندسه؟ وايه كانت المصيبه اللي وراها؟ اكتبوا لي في التعليقات وخلونا نزود الوعي. انا مهندسكم اون رود، ضربكم خضر وتنفيذكم هندسي مش فهلوي.